دخل الاسانسير كانش رجله شايلاه، رجله ما كانتش شايلاه بس كان بيحاول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل معايا كده لما يبقى طيبتك وأخلاقك وشهامتك وكرمك هم سبب نهاية حياتك. محمود أشرف من محافظة الإسكندرية، تحديدا منطقة السيوف. إيه اللي حصل مع محمود أشرف وإيه اللي جرى مع محمود أشرف؟ محمود شاب عنده 36 سنة، اتجوز وهو عنده 24 سنة. ربنا ابتلاه بمرض السرطان بعد فترة من زواجه، وقعد فترة ورحلة علاج مع المرض وكيماوي وعزل صحي لأن كان عنده لوكيميا في الدم، وكانت مناعة محمود يعتبر في الأرض لأنه كان بيتم عزله في أوضة زجاج عن الناس كلها. محمود عانى في فترة حياته لغاية ما ربنا أنعم عليه بالشفاء التام من مرض السرطان، يخلفه بعد ذلك مرض السكر. وكل ده محمود أشرف صابر على المرض وصابر على ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى، وعمره ما اشتكى. محمود كان ربنا كرمه من وسع، وكان كرمه أكتر بحب الناس، حب اللي حواليه. محمود ما كانش بتاع مشاكل ولا بيحب المشاكل، ومحمود كان حتى لما كان بيحصل مشكلة في الشارع عندهم والدته تقول له اطلع شوف في ايه اللي بيحصل يا محمود، يقول لا احنا ملناش في المشاكل وملناش في العراك وملناش في الخناقات. مؤدب اخلاق ده لما كان بيبقى في عركه في الشارع بيبص من ورا الشباك يقول لي هو انا بتاع عراك جنب شويه سيع. بشهادة كل اللي حوالين محمود كان طيب جدا واخلاقه عالية جدا. ايه اللي حصل مع محمود؟ لازم تيجي لك وقت كده في حياتك حد ينغص عليك عيشتك، لازم يجي لك وقت في حياتك حد يبقى باصص للي في ايدك، مش باصص للي جرالك، مش باصص للي حصل لك، مش باصص للتعب اللي في حياتك، هو اللي باصص ليه الحلو بس اللي في حياتك، هو اللي باصص ليه ومش شايف اي حاجة تانية. الوحش اللي عدى في حياتك هو ما يعرفش عنه حاجة او مش عايز يعرف عنه حاجة لانه شاغل دماغه بالحلو اللي في حياتك. ان شاء الله راح الحق اديله كبدي اديله قلبي اديله اي حاجه. المهم ان شاء الله جاله سرطان بقت ادعي ربنا كل يوم سنتين ادعي ربنا شفاهولي. زي ما قلنا ان محمود كان محبوب في عيلته، محبوب من مراته، محبوب من حماته، محبوب من اخت مراته، محبوب من عديله اللي هو جوز اخت مراته، اللي للاسف كانت نهايه محمود على ايده. ايه السبب وايه اللي حصل؟ ده اللي هنعرفه مع قصه محمود اشرف. انا مراته. احنا محمود بيسافر بره واحنا بننزل نقضي اجازه. نزلنا شهر 5 الاجازه بتاعتنا، بنقعد 3 شهور يعني كده وبنسافر تاني. كل اللي كانوا في حياة محمود وكل اللي كانوا حواليه كانوا شايفين ان في حالة غيرة وحالة حقد من عديل محمود. ازاي؟ يعني واحد عديلك وبيعطف على اولادك، لدرجة ان بيتقال ان هو كان بيعطف على اولاد اخت مراته وبيجيب لهم اللي هم عايزينه، وكانوا بيحبوه اكتر من ابوهم، ما كانش بيمنع عنهم اي حاجة. من فترة محمود ومراته نزلوا، هم بيسافروا ايطاليا او دولة اوروبية، في شهر 5 اللي فات نزلوا الاجازة السنوية بتاعتهم، بيقعدوا 3 اشهر عند اهاليهم. ايه اللي حصل مع محمود؟ بدأت في مشاكل تحصل ما بين عديل محمود وما بين اخت مرات محمود. انا عايزة اسافر، يقول لاخويا انا عايزة اسافر لاني انا اخويا واخوه في السفر. طيب انت عايز تسافر، جرب كل حاجة، ويروح المكاتب ويروح بالحوار ده كله، اللي هو انا عايز اسافر، انا عايز احسن دخلي، انا عايز احسن وضعي، مشاكل من النوع دوت، بس ما كانتش مشاكل اللي هي تستدعي الخراب بيوت او كلام من ده. فجاء قال لاختي ايه رايك لو انا وانت نعملوا سياحه، نسافروا مع بعض ونسيبوا العيال هنا وكاننا رايحين نتفسح وانت ترجعي وانا اكمل سفر. فاختي قالت له لا طبعا انا مش عايزه اسافر ولا الكلام ده ولا أنا. محمود جه في مره كان في مشكله حاصله ما بين عديله وما بين اخت مراته، فقال لمراته تعالي اقعدي عندنا في البيت، وحماته تيجي تقعد عندهم في البيت يريحوا اعصابهم من التوتر اللي هم فيه، يريحوا يومين عنده في البيت. فهو بيقول لها انت ليه قاعده كده؟ يعني تعالي غيري جو معانا يومين، ابعدي عن التوتر ده وابعدي عن لو في حاجه ولا كده، تعالي اقعدي معايا يومين، ما تيجي انت كمان يا وفاء تعالي معانا يومين، تعالي غيري جو معانا يومين. فقالت له ايه ماشي. يوم الجمعة اللي فات محمود هو ومراته كانوا في القاهرة، وهم راجعين في الطريق لقى عديله ده بيتصل عليه، يا حودة انت فين يا حودة، اخبارك يا حودة، عامل ايه يا حودة؟ قال له انا قدامي ساعة واوصل اسكندرية. قال له طيب انا كنت عايز اشوف الولاد لان هم كانوا عنده في البيت. قال له يا عم ده بيتك ومطرحك، انت بتستأذني، روح شوف ولادك زي ما انت عايز. قال له لا انا عايز اشوفهم
بس انت تبقى موجود. القاتل ده اتصل بجوزي، انت فين يا حوده وبتاع، راح قال له ايه ده انا قدامي ساعه، انا مش في البيت والله، ده انا قدامي ساعه واوصل يعني اسكندريه. راح قال له طيب ماشي، اصل انا عايز اجي اشوف العيال. قال له يا ابني ما تيجي، انت محتاج يعني عزومه؟ راح قال له ايه، لا انا عايز اجي اشوف العيال عشان انا مسافر. قال له خلاص ماشي. قال له عايزك تبقى موجود. حاجه غريبه يعني، انت ليه مصمم ان هو يبقى موجود؟ قال له خلاص انا عامه قدامي ساعه وهبقى موجود في البيت انا ومراتي. كان في الوقت ده محمود سايب اخت مراته وسايب حماته وولاد اخت مراته في البيت عنده، ومع بنته الصغيره اللي ربنا اكرمه بيها بعد رحله عذاب مع المرض ومع العلاج. قال له انا عايزك تبقى موجود عشان عايز اتكلم معاك كلمتين. قفل، وبعديها بساعه كنا لسه عند كارفور، راح متصل تاني. ايه يا حوده انت فين؟ وصلت؟ قال له انا قدامي بالظبط يعني ساعه انا عند كارفور. قال له ده انا قريب منك. قال له لا ده كارفور الدم. بعد شويه اتصل تاني، انت فين يا حوده؟ قال له خلاص انا قربت اوصل. قال له طيب انا هجيلك على البيت. محمود وصل البيت بتاعه زي اي حد في الحر اللي احنا فيه، دخل لبس الشورت ولبس التيشيرت بتاعه قط وقعد في البيت شويه، والباب خبط، فتح الباب، اتفضل يا حبيبي تعالى ادخل. تعالى يا حمو، لا مش عارف ايه، تعالى نتكلم بره. ايه يا عم في ايه؟ خش يا عم، هنتكلم ليه في الحر؟ تعالى نشرب شاي وتقعد وتشوف ولادك، تعالى نقعد جوه. قال له لا انا عايزك في كلمتين بره الاول قبل ما نخش جوه، قبل ما نتكلم. فافتكر ان هو عايز يقول له على حاجه بخصوص مراته، عايز يلومه على حاجه، عايز يفهمه حاجه في قصه المشاكل اللي ما بينهم هو ما يعرفهاش. بحسن نيه قال له طب هلبس تيشيرت واجي لك. لبس التيشيرت وخرج بره الشقه يكلمه. فراح فتح الباب، راح المجرم ده قال له جوزي فتح بيقول له ايه يا حمو تعالى خش يلا تعالى تعالى. راح قال له لا انا عايزك بس في كلمتين. راح قال له تعالى بس نشرب شاي جوه، نقعد في التكييف هنقف بره. راح قال له بس انا عايزك في كلمتين يعني عشان ايه تتكلم يعني مع وفاء في الدنيا. قدام الشقه عندهم في شقه تانية تحت الانشاء لسه على الطوب الاحمر. دخلوا الاثنين، قعد استدرجوا لغايه الشقه جوه وقعد يتكلم معاه. مرات محمود جالها قلق كده، عايزه تعرف ايه اللي بيحصل، بس ما كانش في دماغها ان في غدر ممكن يحصل. مرات محمود قررت ان هي تجيب شنطه اكنها بترمي الزباله وتخرج تسمع في ايه اللي بيدور. سمعت جوزها بيقول له يا حبيبي مراتك ب5 تعيش، ب7 تعيش، ب10 تعيش. فحست ان جوزها بيلطف الجو عشان الامور تمشي وعشان المشاكل تعدي ما بين اختها وما بين جوز اختها. طلعت قلت اما اشوف ايه هم نزلوا ولا هم بيعملوا ايه يعني. فخدت كيس زباله كده قلت يا مريم يعني اشوف بيكلموا يقولوا ايه يعني. فانا سمعت جوزي بيقول له يا حمود انا وافقت تعيش ب5 تعيش ب7 تعيش. قفلت شقتها ودخلت تاني، مفيش دقايق وسمعت صوت جوزها بصوت مخنوق بيقول ليه كده ليه كده ليه كده 3 مرات. خرجت تجري، لقت جوزها مرمي على الارض والتاني نايم فوق وماسك آلة طوب ونازل بيه على دماغه، ومحمود ماسك ايده بيحاول يمنعه، ومحمود دمه سايل. سمعت صوت ايه؟ حد بيقول ليه؟ يا ربنا انت حد بيقول ليه؟ لا 3 مرات كده. كل اللي حصل من محمود ان كان عايز مراته ما تدخلش تشوف المنظر، بيقول لها خليكي بره خليكي بره ما تدخليش. شفت جوزي قاعد نايم كده في الارض وده ماسك طوبه، وانا شفت محمود ايه دم يعني في راسه، وشفته ايه ماسك طوبه، ومحمود مسك ايده التانيه يعني رافعها بيحس نفسه يعني. طبعا محدش فاهم فيه ايه، وهو كان نفسه اصلا محمود ما كانش فاهم فيه ايه، وعمال يقول له ليه كده وبيقول له ليه فانا لسه داخله من على الباب لقيته بيقول محمود ما تخشيش يا ندى، بيقول لي ما تخشيش يا ندى. مرات محمود هجمت على جوز اختها، وجت اختها تصوت وتجري، وراحت ماسكاه هي كمان وزنقينه في حيطه عشان يشوفوا محمود في ايه. جت حمات محمود تصوت وتجري ولقت محمود سايح في دمه، وراحت شاده محمود مدخلاه ناحيه الاسانسير. كان في 2 من جيرانهم نازلين في الاسانسير، قالت لهم خدوا محمود ودوه المستشفى. مسكناه ورحنا بيه عند البلكونه المجرم ده، ومامتي جايه بتصوت ايه يا محمود ايه يا محمود. راح محمود ما ماتش من توبه، محمود جامد، محمود جاله كانسر وخف منه. خدوا محمود شوفوا فيه ايه. خدوا محمود بالفعل ونزلوا بيه عشان يودوه المستشفى. جار محمود حط محمود في المدخل، قعدوا على كرسي عبال ما يجيب عربيه عشان ياخده يوديه المستشفى. طبعا هم فوق اطمنوا انه خلاص محمود نزل مع الجيران وراح المستشفى. اللي دخلت تجيب فلوس واللي دخلت تلبس هدومها كامله عشان يجروا وراه يروحوا المستشفى يشوفوا ايه اللي حصل. التاني خد بعضه ونزل يجري، لقى محمود موجود في المدخل على الكرسي قاعد مستني العربيه ومستني جاره يجيله بالعربيه عشان يوديه المستشفى. فانا اطمنت ان محمود مخبوط في راسه وراح المستشفى مع الراجلين. هو داخل البيت بطوبتين، داخل بيبص كده في الشقه بيدور عليه، كان بيدور على محمود. هو عايز انا قدامه ومراته قدامه، مراته بتقول له انت مشكلتك يعني لو عندك مشكله معايا. محمود ليه؟ محمود سحب الكرسي من تحت منه وراح مطلع سكينه
وطعن محمود 16 طعنة لغاية ما أودى بحياته. كل اللي حصل منه لما الجيران اتلمت والناس اتلمت وجارهم اللي كان بيجيب العربية جه قال لهم يا جماعة أنا خلصت، اطلبوا الحكومة. جوزي واخد 16 طن، ده لو اتشنق هيتشنق مره واحده. هو لما قتله شهود قالوا انا كده قتل، هو قال لهم، قال للشهود بعد ما قتله، قال للشهود انا كده خلاص قتلته، يلا اطلبوا لي البوليس. كله كان في حالة ذهول ومحدش فاهم هو عمل كده ليه. ومع أول أقوال ليه في النيابة أنت عملت كده ليه؟ بيقول لهم اشمعنى هو يبقى كده وأنا أبقى كده. احنا ما نعرفش غير ان هو قال ان هو ده ليه كده وانا كده، هو ليه هو يبقى كده وانا ليه انا ابقى كده. ليه الغل والحقد يوصل البني ادم لكده؟ محمود واللي حواليه كانوا حاسين بالغل من ناحيه تعديله دوت، بس ما كانش في دماغهم ان هو يوصل لكده، لدرجه ان مراته في مره بتقول كنا معزومين عند امي وعايزين ناكل، بس كله قال لك لما يجي محمود من بره، فهو جه من بره قال لهم انا عايز اكل، قالوا له هنستنى حوده، قال لهم لا انا عايز اكل، وحطوا له ياكل ودخل الاوضه. جه محمود وقعدوا وحطوا الاكل وقعدوا ياكلوا، ده خرج من الاوضه بص لهم بصه قرف كلهم كده، او بصه غريبه بالنسبه لهم، وبص لمحمود بصه غريبه. حتى مرات محمود استغربت قالت له هو قابلك تحت ولا حاجه، سلم عليك قبل كده عشان كده خارج ما بيكلمكش؟ قال لها ولا قابلني ولا اي حاجه ولا سلم عليا، وكبر دماغك مفيش مشاكل، لان محمود دايما كان بياخد المواضيع بحسن نوايا، ما كانش بياخد المواضيع ان هي حد بيحقد عليا، كان بياخد المواضيع الناس كلها بتقول ان هو كان طيب وكان محترم واخلاق، فما كانش بيسيء الظن في اي حد. فداخل كده فتح الباب، بص لنا كده بص لنا بصه كده وحشه، انا فهمتها، انا فهمت البصه دي ايه. حتى انا بعديها سالت محمود قلت له محمود بسلم عليك، انت قابلته تحت يعني بسلم عليك؟ قال لي لا انا ما شفتوش والله عادي يعني. لدرجه دلوقتي ان ولاد الجاني نفسه ما بيسالوش على ابوهم اللي محبوس وبيسالوا على محمود. مرات محمود الله يرحمه نفسها بتقول جوز اختي يتم 3، ما يتمش واحده بس، يتم 3. يتم 3 عيال، لان محمود كان ابو اخواتي، كان ابو علي ودي، هو يتم 3 عيال، والله 3 عيال حزين عليه، والله 3 عيال حزين عليه. من يوم ما حصل بيقولوا محمود فين، ما حدش سأل عليه، ما حدش سأل عليه. اللي هي بنته وولاده الاثنين، ولاده الاثنين اللي كان بيكرمهم. انت واحد كان بيكرمك وبيكرم مراتك وبيكرم ولادك وبيكرم كل اللي حواليه، ليه الغيره والحقد توصلك ان انت تنهي حياته؟ يعني هو عمل لك ايه عشان تنهي حياته بالمنظر البشع ده؟ وايه الغل اللي جواك من ناحيته اللي يخليك توصل لكده؟ وازاي راجل توصل بيه الغيره والحقد ان يخلص على بني ادم؟ ممكن زي ما بيقولوا يحسد وكلام من ده، لكن يخلص عليه عشان الغيره والحقد وعشان بيتمنى زوال النعمه من عنده؟ يا راجل انت ما شفتش هو مر بايه، ما شفتش العذاب اللي هو شافه، انت شفت الحلو في حياته بس ما شفتش المر اللي هو عدى بيه، بتحسده على الحلو اللي في حياته، ما شفتش المر وما دقتش المر اللي هو داقه، ما حسيتش في لحظه ان هو ممكن يكون ربنا كرمه في شغله وعوضه مثلا بقرشين زياده بي تعويضا على اللي حصل له. ما تعرفش الراجل ده صبر على الالم والعذاب اللي هو كان فيه قد ايه، فربنا يمكن بيعوضه وبيكرمه. انت ليه تبص لحاجه غيرك وتبص لايد غيرك لدرجه توصلك ان انت ممكن تموت بني ادم بسبب غل جواك؟ طبعا احنا دلوقتي طمعانين في القضاء المصري ان هو يجيب حق محمود. حق محمود لازم يرجع، حق محمود ما يتسابش، ما ينفعش القضيه تتأيد مشاجره، ما ينفعش القضيه تتأيد ان ده واحد مختل عقليا بشهاده مراته وبشهاده اخت مراته ان هو متزن جدا وعاقل جدا وواحد مرتب لكل حاجه، بدليل انه اتصل مره واثنين ولا ما ينفعش اخش البيت وانت مش موجود وانا عايزك تبقى موجود، مع ان مراته اللي كانت موجوده وحماته، يعني مرات محمود ما كانتش موجوده عشان يقول ان انت مراتك موجوده في البيت فانا ما ينفعش اخش البيت وانت مش موجود، ده مراته وحماته اللي كانوا موجودين، فهو كان مبيت النيه لقتل محمود. فنتمنى ان حق محمود يرجع والقضيه ما تخلصش مشاجره او تخلص ان هو مختل عقليا او ما كانش في قواه العقليه وبعد كده يتحط في مصحه وما يتحكمش عليه بالاعدام. هو لو اتحكم عليه بالاعدام هيموت مره واحده. محمود مات 16 مره ب 16 طعنه، ده غير قوالب الطوب اللي اتضرب بيها على دماغه فوق قدام شقته. نرجو من قضاء مصر الشامخ يجيب حق محمود. السلام عليكم. ربنا كرمنا بغزل بعد 7 سنين، كانت نن عينه، كانت غزل دي نن عينه، حرامها بالحاجات كتير مع ابوها.